السلام عليكم. قصر الخديوي توفيق في حلوان، وهو حلوان بارك. حاجة كده كانت مشابهة لأوبرا القاهرة بس على أصغر، مبني على عمارة الباروك. سنة 1887 على مساحة 7700 متر مربع. كان مكان زاخر كده بالأنشطة الفنية العالمية داخل مدينة حلوان، مدينة القصور والسرايات. الحقيقة إن الخديوي توفيق كان بيحب المكان ده جدا، وورث حب المكان ده لآخر ملك مصر رحمه الله، الملك فاروق. الكثير من السياسيين والفنانين حضروا إلى هذا المبنى. المبنى الآن يعتبر أطلال، ولكن مازال محتفظ ببعض صفات البناء المميز لهذه الفترة. هو قصر وحديقة، وكان بالحديقة نافورة كهربائية تخرج ماء ملون بطريقة عجيبة كل ثانية. القصر به حديقة فيها نباتات، تعتبر نباتات في محمية طبيعية. القصر متأثر بطريقة البناء الفرنسية اللي هي مليانة أبراج. داخل القصر من الداخل أطلال. كان في حديقة القصر برج، ما زالت القاعدة بتاعته هي اللي موجودة في الصور الآن. برج كان بيرى صحراء حلوان ونيل حلوان. كان برج شديد التميز، والصورة اللي جاية صورة قديمة لبرج حلوان داخل قصر الخديوي توفيق في حلوان. دي نخلة الثاثل الغير موجودة غير أمام جامعة القاهرة، وهذه نباتات مستوردة من أوروبا في العصر الملكي. القصر أو دار الأوبرا المصغرة دي شهدت الكثير من الأحداث الفنية المصرية والعالمية. جاءت لها فرق عالمية على هذا المسرح. دي واجهة المسرح، وغنت عليه السيدة أم كلثوم، وغنى عليه المرحوم عبد الحليم حافظ. سنة 2000 حصل حريق في المسرح ده، يعني قضى على المكان. السقف بتاعه شديد التميز. ده مكان البنوار اللي الخديوي توفيق والملك فاروق كان بيقعدوا عليه. قصر ما زالت رائحة الزمن الجميل موجودة فيه، في طريقة بنائه وتصميمه. زي ما قلت لحضراتكم سنة 2000 حصل حريقة فيه واتسرق منه أغلبية محتوياته. دي واجهة المسرح، حاجة أوروبية كده في مدينة حلوان، لكنها الآن أنقاض. ده داخل القصر من الداخل، وهو أنقاض، لكن زمن جميل كان موجود في مصر أم الدنيا. للجميع الشكر والحب والاحترام والتقدير. جمال المغازي، يوم في مصر.